سوء حالة الجو والبرد في الشتاء بينتج عنه مشاكل كتيرة بتأثر على الإنتاج الحيواني، خصوصا صغار السن وحديثي الولادة في العجول والخرفان. عشان كده لازم نطبق عدد من التوصيات الفنية خلال فصل الشتاء بالنسبة للأبقار والجاموس والأغنام والماعز. من مميزات الجو ده إنه بيعتبر موسم زيادة الخصوبة والعشار، عشان كده لازم الاهتمام بكشف الشيوع لتلقيح أكبر عدد من الحيوانات. مهم جدا نسيب الحيوانات في أماكن جوها مناسب عشان ما تتعرضش للإجهاد البرودي. لازم نعرض الماشية للشمس خلال الفترة الصباحية عشان أجسامهم تمتص أشعة الشمس وتدفيهم. مهم كمان التنظيف بشكل مستمر ومنتظم، ونحط طبقة من قش الرز أو الرمل لأنها بتساعد كمان على التدفئة. زيادة كمية العلف خلال فترة الشتاء لأنه بيساعد في الحفاظ على حياة الحيوان مع انخفاض درجات الحرارة. لازم يتم تقديم وجبة من قش الرز بالليل للحيوانات اللي إنتاجها ضعيف، ونهتم بجودة الأعلاف لتدفئة جسمهم وزيادة الإنتاج. صيانة أحواض المية لمنع التسريب اللي بدوره هيسبب البرودة. توفير المية على مدار اليوم لأن في علاقة إيجابية جدا بين كمية المية وكمية الأعلاف. ممكن نحط أغطية من البلاستيك بس ما نقفلهاش بالكامل علشان يكون فيه نسبة تهوية. تأمين كل أجهزة ووسائل التدفئة، ونتأكد من وجود طفايات للحريق. الاهتمام بالتحصينات المناسبة وفي الأوقات المحددة ليها. توفير شبابيك وفتحات تهوية في مخازن الأعلاف وخاماتها بحيث ما تسمحش بنفاذ مية الأمطار أو الندى اللي داخل المخزن. الاهتمام بتقديم العلايق المناسبة للقطعان واللي بتغطي نسب البروتين والطاقة والاحتياجات الغذائية المطلوبة، ويكون تم تصنيعها في مصانع مرخصة من وزارة الزراعة. الاهتمام بقواعد الإيواء المناسبة وتوفير الراحة للقطعان، ومهم نتجنب الزحمة والتكدس. ومن الضروري كمان وجود عامل نبطجي في العنابر مسؤول عن تأمين وتشغيل وسائل التدفئة دي. لازم نتخلص من المخلفات والفضلات بالطرق السليمة ليها والمناسبة علشان نمنع التلوث وانتشار العدوى. حاول ما تزودش في استخدام المية جوه العنابر والحظاير عشان نسبة الرطوبة ما تعلاش.